ازيكم عاملين ايه النهارده؟ ده شايفين الورق الجميل ده؟ النهارده بقى انا كنا جايبين شويه لفت، وبعدين الورق ده معظم الناس بترميه، لكن انا بعشق 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 محشي اللفت، تحفه. فانا خدت الورق زي ما انتم شايفين، قطعت بقى الجذع بتاعه الطويل ده، وخدت بس الورقايه بس وغسلتها بميه وخل وليمون. نقعتها فيه كده فتره وغسلتها كذا مره لغايه ما بقت نضيفه وجميله كده. الورق ده بقى يا جماعه، انا دلوقتي معلقه على ميه تغلي، وهحط فيها كمون وليمون، وهنسلقه زي ما بنسلق الورق العنب. بجد بجد خطير، ما ترمهوش يعني. جربي كده في كميه بسيطه وما ترمهوش، هتدعي لي والله. بصوا بقى، ادي الحله، هحط فيها بس شويه كمون، وهعصر بقى ايه نص ليمونه كده، وهحط النص ليمونه برده في الميه، وهسيب الميه خالص تغلي. بعد كده هبدأ نسلق، هتشوفوا دلوقتي. دلوقتي بقى الميه بتغلي اهيت، انا اصلا عاملاه صف كده فوق بعضه، هاخد جزء منه. بسم الله. بصوا، خدت جزء اهو، هنزل بيه في الميه كده، طبعا بالماسك هنزله بقى في الميه، هغطسه كده سنه. مش هسيبه يا جماعه كتير، يعني هسيبه كده عدي مثلا بتاع 30 ثانيه، يعني 1 2 3، مش لازم تبقي ماسكه الساعه. وبعد كده طلعيه. دلوقتي خلاص اهوت، انا سلقته شايفين، ولونه اخضر زي ما هو، محصلوش اي حاجه. لو طولتي مده السلق هيصفر منك شويه، مش هيدي اللون الاخضر الحلو ده. تكرري بقى الموضوع ده لغايه اما تخلصي الكميه اللي معاكي، تعملي زي ما انا قايله لك بالظبط. بسم الله. والله يا جماعه محشي خطير، وفي الشتاء ده والله العظيم بيدفي بطريقه رهيبه كده. دلوقتي خلاص بقى احنا سلقنا الورق. هجيب طاسه او حله ايا كان، هحط معلقه سمنه في الطاسه، بس اهم حاجه يعني خليها سمنه بلدي، لو مفيش خلاص هاتي حاجه بريحه السمنه البلدي. هحط كمان بقى شويه زيت. ليه بقى؟ بيلمع كده الرز بتاع المحشي، يعني بيخليه بيلمع كده. خلاص كده السمنه ساحت، هنزل بقى دي بصله مبشوره. بسم الله. طبعا هتقلبيها شويه، صفريها ما تغمقيهاش. معايا بقى ايه الطماطم دي، طماطم جاهزه، انا مكنتش عامله صلصه فجبت الطماطم دي، هحطها بقى. دلوقتي خلاص كده انا حطيت كميه الصلصه. طبعا يا جماعه الصلصه يعني على حسب هتحتاجي قد ايه يعني للمحشي، يعني حتى لو بقى من الصلصه دي حبه عادي، حليهم في الفريزر وبيبقوا طعمهم جميل برده ساعه ما بيطلع. دلوقتي اقلبها وهبدا بقى نشوف هنحط توابل ايه. انا جايبه توابل تتبيله محشي، وممكن تجيبيها من عند العطار، توابل محشي اهو. حط حبه، هحط بقى شويه كمون، شويه ملح، شويه سكر. هبتدي اقلب بقى كده. بسم الله. اقلبي بالراحه عشان هي عماله تغلي جامد كده وبتعمل كده زي فقاقيع كده اهو زي ما انت شايفه، فخلي بالك من ايدك يعني. خلاص كده هي مش محتاجه اكتر من كده، انا خلاص هقفل عليها بقى وهنستخدمها. ما شاء الله هي ما خدتش وقت خالص، الطماطم دي تحفه قوي، وبرشحها لكم لو انتوا يعني عايزين حاجه سريعه. بصوا خلاص هي بقت تحفه تحفه تحفه، ودي يا جماعه ما خدتش وقت معايا خالص، وارشحها لكم لو انتوا مثلا محتاجين حاجه سريعه كده، والطماطم سريعه ومش قادره تعملي او ما عندكيش اصلا، فحلوه الطماطم دي جدا. فيلا بينا بقى نبتدي. بصوا بقى، دي كميه الرز اللي انا عاملاها مش كتير، يعني كوبايه رز مش كتير قوي، لان انا عندي الورق مش كتير. هفضي بقى كميه صلصه عليها واقلب واشوف هحتاج تاني ولا مش هحتاج.
انا مقطعه خضار محشي اللي هو البقدونس والكزبره والشبت. الشبت اهم حاجه عشان بيدي ريحه حلوه قوي. فانا هحط الكميه دي كلها. انا بحب خضار المحشي يكون كتير شويه عشان بيدي طعم حلو قوي. هقلبه بقى مع الرز كويس وهنبتدي نحشي ونشوف. دلوقتي بقى هنبتدي نحشي. انا هحط ورقه زي دي تحت عندي، في يعني هختار ورقه كبيره وهحطها تحت هنا. بسم الله. وهبتدي بقى احشي. هحشي ازاي؟ لو ورقه كويسه يعني حجمها كويس زي ما انت شايفه كده، مش كبيره، هتبتدي تجيبيها على ظهرها زي ما بنحشي ورق العنب كده، وتحطي الحشوه، كميه الحشوه اللي انت عايزاها اهي، وبقفله زي العنب والف. وهنرص بسم الله. لو ورقه كبيره انا بقطعها، يعني قطعت دلوقتي نص الورقه اهوت. هعدلها، ما تشغليش بالك بالحته دي. قطعت نص الورقه لان طبعا الورقه كان في الورق فيه منه كبير وفيه منه صغير، فانا قطعت نص الورقه اهوت. هنستخدمها في الحشو اهي عشان تبقى حجمها مناسب. وهحشيها تاني معاكم اهو. حطيت كميه الرز اللي انا عايزاها، وهقفل اهوت من الجنبين، وهبتدي الف. لف جامد عشان ايه؟ الصباع ما يفكش. وهرص. خلاص اخر مره بقى هوريك اللف ازاي عشان ما اطولش عليكم. وهتكملي طبعا كميتك بنفس الطريقه. انتي اصلا لما ايدك بتاخد على اللف خلاص بتبقى بالنسبه لك حاجه سهله جدا. بس اهم حاجه ما تخليش رز على المحشييه من بره ولا في الحله من بره. هكمل بقى الكميه بتاعتي ونرجع نشوف هنعمل ايه. انا خلاص خلصت حشو، بس طبعا الرز كان كتير شويه مع انه كان كوبايه رز بس. فالورق اللفت اللي كان عندي عمل يعني حاجه بسيطه كده. تمام. وسبت ورقه واحده عشان هغطي بيها الورق ده المحشي ده بعد ما اضيف التوابل والحاجات. عملت ايه بقى؟ بقيه المحشي، بقيه الرز المحشي عملت بيهم كام كده، واحدة طماطم وكام وجبت 2. انا مخزنه اصلا بدنجان، طلعت 2 برضو، وفلفل، يعني عشان يبقى محشي مشكل كده بدل ما كنا نعمل الرز عادي يعني. هبدأ بقى احط التوابل. انا دلوقتي ما عنديش شوربة. هحط اول حاجة شوية ملح، وهحط برضو للتانية شوية ملح. هحط بقى شوية كمون. محشي طبعا زي ما انتوا عارفين بيحب الكمون. وهحط برضو هنا شوية كمون. انا لو عندي مرقة دجاج كنت حطيت، ما عنديش فهحط شوية توابل من بتوع الايه المحشي كده يدي طعم يعني. وهنا برضو دلوقتي بقى هحط له شوية دبس رمان زي كده ما بنحط للورق العنب. وهحط هنا سنة برضو عادي، يعني دبس رمان مش وحش يعني، هيدي طعم لذيذ مع الطماطم. انا هعصر بس نص ليمون. بس مش هعصر طبعا على المحشي التاني. وانتي برضو بتقدمي هنعصر ليمون، بيبقى بجد بجد تحفة جدا 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 محشي اللفت ده. فما ترموهوش يا جماعة وجربوه. طبعا عشان انا مش هحط شوربة فهحط سنة سمنة، شوفوا قد ايه صغيرة جدا. وهحط للتاني برضو قطعة سمنة اهيت. هبدأ بقى ازود مية، دي مية سخنة. بسم الله اهو، بالراحة بس وانتي تحطيها عشان الايه الحاجات ما تفكش اهو. وهزود هنا. هتزودي هنا ازاي بقى؟ تزودي يعني نصه كده بس كده اهوت. وهزود في كل واحدة حبة صغيرين كده.
يعني نص الميه، لغايه نص الحاجه، وفي كل واحده سنه ميه صغيره عشان انا موقفاه مش منيماه. ودي برضو يعني مش مزوده كتير برضو قوي اهو. وهغطيها، هغطي بقى كل حاجه، يعني هغطي مثلا الورق اللفت بالورقه اللي انا كنت سايباها ديت، اغطي بيها كده. وهغطي طبعا الطماطم بتاعتنا، كل طماطمايه بالغطا بتاعها. بصوا بقى انا هغطي كده، ده غطا لحله عندي صغيره قوي، اصغر حله في اللي هو ال 14 حله اللي عندنا بتاعت الالمونيا دي. هغطي بيه كده عشان بس الايه المحشي ما يفكش مني، او حطي طبق صغير او حطي اي حاجه عندك. وهغطيها برضو الحله وهشيلها على النار، واول لما يشرب الميه هبتدي ان انا اوطي النار خالص لغايه ما يستوي. كذلك هغطي ده بقى وهحطه على النار. ما شاء الله المحشي خلاص تحفه استوى، شايفين؟ رائع. دلوقتي هنفضيه بقى وهنفضي المحشي التاني كمان. رائع، شايفين؟ ما شاء الله نازل تحفه، خطير جدا جدا. شايفين يا جماعه الحله؟ انا حبيت اوريكم ان ولا كأن عملنا فيها حاجه. شايفين الورقه ممكن تتشال سهل خالص، بصوا تحفه يعني. والمحشي طالع خطير خطير خطير، ولا صباع فك. دلوقتي بقى انا خلاص قدمت الاتنين مع بعض اهو، بس هعصر عصره ليمون على محشي اللفت بس، مش على المحشي التاني. عصره بسيطه كده مش كتير زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى يا جماعه جاء وقت ان احنا ندوق الاكل، صح يا لولي؟ صح. بسم الله. صباع اهوت. اتفضلي يا لولا. شكل الطبق جميل. رائع. حلو. تسلم ايدك. عجبها جدا اهوت، هو حلو جدا وطعمه تحفه. شايفين منظر الطبق اصلا؟ انا اوريدي عندي بقى فراخ فهقدمه مع الفراخ، او تقدميه مع اي حاجه. هو تحفه بصراحه، محشي جميل جدا جدا جدا. فما ترميهوش كده تاني بقى، يعني ما ترميهوش واستخدميه. معلش بقى يا جماعه، اكيد سامعين صوت وشوشه كده، تاليا بتوشوشني وبتقول لي ايه انا اللي عايزه اختم الفيديو يا مامي، فهسيبها بقى ان هي تختم الفيديو معاكم. فيلا يا لولي. ما تنسوش لايك وشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا باب الجرس. باي باي. ادعموا ماما كتير كتير كتير. سامعين؟ اهم حاجه ما تنسوش تفعلوا باب الجرس يا جماعه زي ما لولي قال. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. باي باي.